السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخاطبتكم الأستاذة رجاء الحاج منصور بن علي المحامية. جمعة مباركة، سواء اللي يصلي ولا ما يصليش. أنا في هذا الشريط نزيد نأكد على الوضع المتدهور للإعلام التونسي، هذا الإعلام الذي تسبب لنا في أزمة اقتصادية. نعم، في أزمة اقتصادية، مستثمرين هاربين من تونس، السياحة راكم تشوفوا ناس معناها هربة من تونس. علاش هاربين؟ لأن الإعلام العار هذايا قاعد يسوق وسوق سابقا إلى أن تونس غير آمنة بسبب السلفيين. لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين. واللهم تقبل دعائي في هذا يوم الجمعة. إن الوطنية كما قال بعضهم آخر ملاذ الوقت. نعم، إن الوطنية آخر ملاذ للوقت. ولست أدري ماذا أقول لأوغاد اليوم الذين يعملون جاهدين في زعزعة الأمن والاستقرار ويتمترسون خلف الوطنية. آخر حادثة هي حادثة تنزيل العلم من على مبنى كلية منوبة. إعلام العار تحدث وأطنب في شكر الفتاة التي دافعت عن العلم، وعملوا إخراج بطولي لفتاة لم تكن هي من معناها دافعت عن العلم، وعطاوا اسم المجلس التأسيسي اللي قام وشكر ومدح. حتى هنا فما مغالطة ما بين الفتيات، هي اللي تقبلت العلم واللي دافعت عليه هي مستقلة، واللي قدموها المجلس التأسيسي شيوعية. أنا من المنطلق هذا شو نقول وأن الحكاية محبوكة. كمين عملوه للسلفيين مرة أخرى، وهما كمين لتونس الكل باش يخرجوا المرأة التونسية مناضلة. صحيح المرأة التونسية مناضلة وناضلت وما زالت تناضل وستناضل، ولكن لا لتزييف الوقائع. علاش الإعلام اللي توا أصبح يمجد في الفتاة هذية واللي هي بالحق قبلت العلم، علاش ما فكرش وأن سلفي بعد ما تمزق العلم مشي يشري علم آخر؟ أنا توا صدفة ندخل على الفيسبوك ونلقى شريط معناها المشاهد الكل تدل وأن سلفي وهو اللي قام بإرجاع العلم التونسي. علاش ما ذكروش هذايا؟ مش هذا إعلام عار؟ هل أنت وطني إعلام؟ إن الإعلام الذي يزعزع أمن البلاد والذي يفرق بين أبناء الوطن ويريد أن يجعلهم شيعة إعلام غير وطني. الوطنية ليست علم، الوطنية إحساس، الوطنية شعور، الوطنية تفاني. هاي الوطنية. ويني وطنيتكم يوم شق من التوانسة على الحدود التونسية لوحوا العلم التونسي وهزوا بين يديهم العلم الجزائري وقالوا نحن تابعين لبوتفليقة خير. فيني وطنيتكم؟ علاش ما نددتوش نهارتها؟ أما إعلام العار ذي اللي يحب يحط السلفيين مواطن درجة ثانية أو مواطن درجة ثالثة، ونقولوا لا، الخزي والعار عليك يا إعلام، الخزي والعار عليك يا إعلام. السلفيون مواطنين كما المواطنين التوانسة الكل، التوانسة الكل ما فماش درجة واحدة واثنين وثلاثة، كنا مواطنين. والسلفيين عندهم حق التظاهر، والسلفيين عندهم حق العيش الكريم، والسلفيين عندهم الحق الدفاع عن أنفسهم. البارح في الأيام البارح السلفيين يخرجوا بيان ويقولوا نحن تبراو من العمل هذا الشاذ اللي قام به أحد السلفيين. هذا كان إذا كان طلع سلفي مش مندس مجموعة معناها أحزاب العار، أحزاب النفاق اللي يرفضها الصندوق واللي مازال باش يرفضها الصندوق. أنا أحيي الشاب السلفي، الأخ الشاب السلفي الطالب اللي قام بإرجاع العلم، الله يبارك فيه. والله لا تبارك في إعلام يحب يهزنا للفتنة، وإعلام اللي هو مازال هز راية بن علي اللي كان يمسخ في السلفيين.
هو نفسه قاعد ماشي في نفس المسار، ولا عاش في تونس من خانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.